صباح الخير. كنت اعرف شخص قابلته، كان عنده عمل خاص يعني، فمن ضمن ان هو بيتكلم وبيحكي وانا بركز قوي في الكلام قوي يعني. فهو بيحكي لي انه في بدايه شغله الخاص قابله مشكله ان الشغل ده ما بيمشيش الا بالرشاوي يعني. والموضوع ده كان عامل له قلق نفسي وتوتر لان حاجه ضد طبيعته وضد معتقده وضد اللي اتربى عليه يعني. لحد بعد فتره اكتشف ان هو شغل مشيش الا كده، وان ده الطبيعي وكل الناس شغاله كده، وهو لو ما عملش زيهم مش هيشتغل. فبقى الموضوع الرشوه ده عنده بقى شيء عادي جدا يعني، بقى شايفه غلط يعني. بعد فتره بقى شايفه غلط. انتبه للموضوع ده يا جماعه. دي عامله زي واحد مثلا بيشرب سجاير وهو عارف ان السجاير مضره بالصحه، تمام، بس الموضوع ده عامل له توتر وقلق، فبيبتدي يحاول ان هو يطمن نفسه يعني، او عقله الباطن يبتدي يطمن نفسه. فيعمل ايه؟ عارفين حضراتكم علب السجاير بيبقى عليها كده صور بشعه كده، والتدخين ضار يسبب المرض ويسبب الوفاه والقصه دي. يبتدي يعمل ايه؟ ان هو يخبي الصوره ديت ويشرب سجاير، او ان هو يجي بمعتقد جديد كده ان يقول لك يا الله، طب ده والدي كان مدخن شره وعمره ما تعب، عادي خالص يعني. او ان هو يبتدي يقلل من الفكره بتاعت ان التدخين ضار. يقول لك الله، طب ما كل حاجه ضاره في الحياه، ما انا لو اكلت كتير ده هيضرني، لو مش عارف عملت ايه ده هيضرني، تمام. بيحاول يكيف نفسه على فكره جديده بحيث ان هو القلق والتوتر اللي عنده ده يبتدي يقل. الموضوع ده يا جماعه اسمه، العلماء يعني بيسموه، اسمه التنافر المعرفي. التنافر المعرفي. ايه الموضوع التنافر المعرفي؟ التنافر المعرفي ده اما حضرتك يكون عندك فكرتين جوه نفسك ضد بعض، لما يكون عندك معتقدين ضد بعض. احنا ما ينفعش ان انت حضرتك تفكر في حاجتين ضد بعض، او فكرتين ضد بعض، او يبقى عندك معتقدين جواك ضد بعض، او يبقى سلوكك، تمام، يضاد او يعاكس حاجه انت معتقد بيها. فعقلك الباطن بيبتدي يحاول يقلل التوتر الناجم عن الموضوع التضاد ده، التوتر والقلق النفسي بحيث ان هو يعمل ايه؟ يا اما حضرتك طوعيا كده السلوك الغلط هتبتدي تحطه على جنب، وده استجابه كويسه جدا ولذيذه جدا. او ان هو يجي لك بمعتقد جديد خالص، تمام، بحيث ان هو يدخلك في حاله من الراحه النفسيه. كلنا على فكره يا جماعه بيحصل لنا الموضوع وانا شخصيا حصل لي القصه ديت يعني. ما بدات اقرا في المواضيع ديت، لا اكتشفت ان انا عملتها وريحتني نفسيا. كان عندي هدف ما وما عرفتش اوصل له، فبس هو الهدف كان ضد طبيعتي شويه يعني، ما كنتش مرتاح وانا بعمله يعني. فلما قررت في لحظه ان الهدف ده لا يصلح لي، ارتحت نفسيا يعني. قللت التنافر المعرفي اللي كان عامل لي توتر وقلق، فبدات ارتاح نفسيا نوعا ما. فانا وجع دماغكم ليه بالموضوع عايز اقول لحضرتك بقدر الامكان حاول تبقى واعي لنفسك، تمام، حاول تبقى تفهم نفسك بقدر الامكان. لما يكون عندك مشاكل نفسيه ومعتقدات وفي صراع داخلي جواك، خلي استجابتك هي الاستجابه الصح، تمام. المعتقد الغلط حاول تطلعه، ما تجيبش معتقد ثالث يهون من المعتقد الصح بحيث ان انت تتآلف مع الغلط. دي نقطه مهمه جدا. وكويس جدا انت تعرف القصه بتاعت التنافر المعرفي دي لسبب، لان انت ممكن لما تتعامل مع اشخاص وتلاقيهم متشبتين قوي بافكار، متثبتين مش مهم، متمسكين قوي بافكار غلط وبيبرروها والقصه ديت. حاول بقدر الامكان ما تهاجمش المعتقد اللي عنده او الفكره اللي عنده، تمام. المطلوب منك ايه؟ ان انت تديله معلومات، تمام، يديله معلومات كتير. حاول تدخله، زود له حاله القلق النفسي والتوتر تفهمه ان المعتقد ده بتاعه ده غلط بس بطريقه غير مباشره، تمام. اوعى تهاجم المعتقد اللي عنده، لا اديله معلومات اكتر واكتر واكتر علشان تزود عنده حاله التوتر والقلق تمام. التنافر المعرفي ده يا جماعه استجاباته كتيره، والناس بتحاول تقلله باستجابات كتيره، وبتدخلك لحاجه اسمها الانحياز التاكيدي. وانا مش هتكلم عن الانحياز التاكيدي دلوقتي بقى عشان الموضوع انا طولت قوي في الكلام. ابقى اكلمكم عن الانحياز التاكيدي ده في فيديو تاني. يلا صباح الخير والسلام عليكم.